الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المقطع الثاني من قراءة كتاب منهجية فقه السنة النبوية. 5. أحاديث في سمات منهجية. هناك أحاديث اشتملت على سمات عامة في هذا الدين ينبغي الوقوف عليها والوقوف عندها وعدم تجاوزها في فهم شيء من نصوص الدين. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد من العناية بالنيات والمقاصد وربط الأعمال بها والتربية على ذلك وإدراك أهمية ذلك، فرب صواب أحبطته النية ورب خطأ خففت تبعة صاحبه النية. إنما أنا رحمة مهداة. فلا يصح أن نفهم أي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على وجه يتعارض مع هذه الرحمة. وكم نخطئ حينما نعامل الناس بأحكام الشريعة مصورين لهم أنها قوارع أو مطارق تطرق رؤوسهم طرقا، فترى الاجتهاد في التعرف على حكم الله ربما خرج مخرج الزجر والعقوبة التي لم يأذن الله بها، ولكنها هكذا تأتي في اجتهاد المجتهد أو حكم القاضي. ما أحوجنا إلى التركيز على إشعار الناس بالرحمة، وأن الشريعة جاءت لهم رحمة وجاءت برفع الحرج. فلا يصح أن يقول القائل في شأن إنسان لو نفذ فيه أمر القاضي الاجتهادي أو الإجرائي الذي لا يتفاوض عليه ولا يساوم، أقول لا يصح أن يقول القاضي مثلا في هذه الحال: إن مات فالحق قتله، بل الصحيح أنه إن مات في هذه الحال فعبد الله هو الذي قتله، بإجرائه الذي ربما تمسك به بحجة النظام أو حكم الإسلام، في حين أنه في الحقيقة تصرف المجتهد الذي كان ينبغي أن ينظر في عواقبه وفي كونه رحمة أو نقمة وعذابا على عباد الله أو على هذا الإنسان الذي ربما كان مظلوما. وهكذا الوالد والموجه والمعلم والداعية والأخ الناصح ينبغي لهم أن يشعروا من معهم بهذا المعنى تجاه شريعة الله، وأن يلفتوا نظرهم إلى أنهم إنما يدعون إلى رحمة الله لعباده سبحانه ولإنقاذهم، لا إلى أسرهم أو كسرهم أو جلب الحرج إليهم. إن النظرة الفاحصة إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت هذه الحقيقة الناطقة بأنه لم يبعث إلا رحمة للعالمين. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. فلا يصح أن يفسر أي حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم على وجه يخالف هذه السمة: اليسر والتيسير وعدم العنة أو التعنت. وإذا ما اختلف تفسيران للحديث وكان أحدهما يتفق مع السمة العامة لهذا الدين وللأحاديث النبوية، فإن ذلك إذان بالترجيح للقول المتسق مع هذه السمة العامة: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فلا يستقيم أن تتخذ أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعكس هذه السمة، فلا يجوز أن تتخذ للتعسير ولا للتنفير. ومن التيسير عدم تكلف التعسير، فإن من المنطلقات المهمة لفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقها صحيحا ألا نحمل الأحاديث على عكس المقاصد والمنطلقات التيسيرية التي راعاها الشارع في تشريعه كمقصد إرادة التيسير. ومما ينبغي لتحقيق هذه الغاية أو هذا الهدف تحاشي التعمق في تطبيق قاعدة سد الذرائع التي ذهب كثير من المسلمين إلى إغلاق أبواب بها لم يغلقها الله تعالى، كالذهاب إلى التحريم في أمور سكت الله عنها وسكت عنها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا فإنه ينبغي أن ينظر إلى الحكم في السكوت عن المسكوت عنه في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتراعى. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي لفظ عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية. أي وما عدا هذا، ما عدا ما ذكر في هذه الآية مسكوت عنه. وعن سلمان قال: ما ذكره المصنف هنا
هو قواعد عامة وموجهات عامة وإشارات وملامح لا يستطيع المرء أن يجعلها بمثابة قواعد مضطردة يطبقها في كل شاردة وواردة وفي كل صغيرة وكبيرة وفي كل جزئية ومسألة. ليس الأمر كذلك. فمثلا قضية سد الذرائع هو أصل من أصول الاستدلال عند بعض أهل العلم. صحيح أنهم اختلفوا على طرفين ووسط، منهم من تساهل وتسامح فيه جدا بل وأطره وجعله في حدود ضيقة جدا، ومنهم من وسعه جدا وأدخل فيه ما ليس منه. سد الذرائع معناه أن تسد الأبواب المباحة، أن تحرم المباح. هناك أشياء مباحة لكنها تفضي إلى حرام، فسدا لذريعة الحرام نحرم المباح. وهذا له أدلة من القرآن والسنة. قضية سد الذرائع لها أدلة من القرآن والسنة، لكن الإشكال أين؟ في التوسع في هذا الأصل وتحريم الكثير من المباحات بحجة هذا الأصل. لكن عندما ننزل إلى التطبيق لا يأتي طالب علم ويقول حجة هذا القوم أو حجة هؤلاء وسد الذريعة والتوسع في سد الذريعة غير مشروع وغير وكذا إلى آخره، إذن هذا القول ضعيف. لا، سد الذريعة قد يكون معتبرا في مواطن وغير معتبر، أو هو ضعيف الأثر في مواطن أخرى. قال: ومن هنا فإنه ينبغي أن يعلم أنه لو أراد الله أن يقفل ذلك بنص لقفله، وما صعب ذلك عليه سبحانه، ولكنه أراده مسكوتا عنه تيسيرا على الأمة، ونهانا عن السؤال عنه وقت تنزل الوحي لئلا ينزل فيه حكم يقفله، فلا يكون فيه من التيسير كما لو بقي مسكوتا عنه. فمن ذهب ليقفل هذا النوع من المسائل باجتهاد ما فإنه يقال له لقد عكست مراد الله يا عبد الله. وعلى هذا أمثلة، وينبني على هذه النظرة اجتهاد عام يمكن أن يكون بابا من أبواب السماحة واليسر في هذا الدين. ومن الأمثلة على هذا المسكوت عنه ومن الأمثلة على هذا المسكوت عنه القراءة مبتدأ مؤخر. ومن الأمثلة على هذا المسكوت عنه القراءة الشرعية رقية للمريض عن بعد، أي حال كونها رقية للمريض عن بعد فليس فيها نهي ولا أمر. فلو ذهب إنسان إلى تحريمها أو المنع منها قيل له قفلت بابا لم يقفله الله، والله أقدر منك على قفله لو أراد ذلك، أي منعت بابا لم يمنع الله عز وجل منه، وكان الله عز وجل أو الله سبحانه هو قادر على أن يمنعه. ومن المفروغ أن يمنعه شرعا، ومن المفروغ منه أن الله تعالى ما سكت عن المسكوت عنه عجزا تعالى الله عن ذلك، ولا إرادة لإيقاع عباده في الحيرة والاضطراب أو في الحيرة والاضطراب. تقدس ربنا عن ذلك، فلم يبق إلا إرادة التيسير ورحمة العباد والتخفيف عليهم، ولا سيما أنه نهانا عن السؤال عن المسكوت عنه شرعا في زمن تنزل الوحي، له الحمد والشكر. فالله عز وجل نهى المسلمين أن يسألوا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكان الصحابة يحبون إذا جاء أعرابي من بعيد يسأل، فإذا جاء يسأل يفرحون وينصتون ويستمعون. قال له الحمد والشكر. فليتنا نفهم عن الله خطابه وشرعه ونمضي في فقهنا إرادة الله لنا ولعباده، ولا نتدخل فنقفل بابا لم يقفله الله سبحانه. ولعل تطلب فقه هذا المسكوت عنه على التفصيل بعد انقطاع الوحي يتنزل منزلة تطلب فقهه وقت نزول الوحي الذي ورد النهي عنه، إذ العلة واحدة من وجه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عند الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يصح أن يستدل بأي حديث آخر يخالف هذا المبدأ العام الذي يقرره هذا الحديث سواء في الأصول أم في الفروع. لا ضرر ولا ضرار، هذا قاعدة فقهية. وروي أيضا حديثا فيه مقال. قال: فلا يصح أن يستدل بأي حديث على إباحة الضرر، لأن عندنا هذه القاعدة العامة التي دلت عليها السنة: لا ضرر ولا ضرار، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المشتملة على سمات منهجية ينبغي مراعاتها في فقه السنة النبوية واستثمارها
طبعا السمات المنهجية كثيرة جدا، وهذا الكتاب هو كتاب تعريفي يضع ملامح عامة، يبين للقارئ جهود أهل العلم في وضع مناهج عامة للاستدلال والاستنباط والفهم، وما هي القواعد العامة لفهم النصوص القرآنية والنبوية، وكيف كان ينظر أهل العلم إلى الوقائع، وكيف كانوا يتعاملون مع النصوص. فهي أمور وقواعد إجمالية. أما التفصيل هناك علوم واسعة جدا كما تقدم معنا. عندنا علم أصول الفقه، علم بحر واسع. عندك علم مصطلح الحديث كذلك. عندك علوم أخرى تتعلق بعلم الدلالة، وعلم الدلالة هذا بسعته رغم أنه مبحث لغوي وأصولي، إلا أنه بسبب اتساعه أصبح علما مستقلا له مؤلفاته ومصنفاته ورواده. قال المشتملة على سمات منهجية ينبغي مراعاتها. عندنا أيضا كتب القواعد الفقهية. أيضا هذا تخريج الفروع على الأصول، وهذا علم آخر. تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة في كتب القواعد الفقهية يقول لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة فقهية ينطبق عليها أو تنطبق على الفروع التالية مثلا، أو من أمثلتها الفروع التالية، ويذكر لها أمثلة. عندنا تخريج الفروع على الأصول، يقول مثلا عندنا قاعدة أصولية تقول الأصل في الأمر الوجوب، ثم يذكر لك الأمثلة من نصوص القرآن والسنة التي تنطبق عليها هذه القاعدة ونحو هذا. طيب، قال إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المشتملة على سمات منهجية ينبغي مراعاتها في فقه السنة النبوية واستثمارها، فلا يصح استنباط يعارض هذه السمات المنهجية. وبمراعاة ذلك ستتبين للإنسان بعض السمات المنهجية اللازم تحكيمها في فقهنا للحديث النبوي، مثل الخصوصية لا تثبت بالنص والاحتمال وإنما بالدليل. يقول هناك أيضا قواعد مأخوذة من النصوص، هي قواعد أصولية أو قواعد فقهية. هنا ذكر منها قوله الخصوصية لا تثبت بالظن والاحتمال وإنما بالدليل. اللفظ العام إذا جاء عاما فالأصل أنه يعم كل من اندرج تحت هذا العموم، هذا هو الأصل. فيدخل فيه حينئذ المسلم والكافر، مثل في قوله تعالى يا أيها الناس مثلا، هذا من صيغ العموم. فيدخل فيه المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات والكفار واليهود والنصارى وأهل الكتاب، الجميع. ليش؟ ما هو الدليل؟ نقول الدليل هذا العموم. من أراد أن يخرج شريحة أو فئة أو فردا من هذا العموم عليه أن يخرجه بالدليل، ولا يثبت الخصوصية بالظن والاحتمال. كذلك في شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع. كل ما قاله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع. فإذا ما جاء شخص وقال الشيء الفلاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص به، مثلا الزواج أكثر من 4 مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4. طيب، القاعدة العامة أن كل ما فعله النبي هو تشريع، لكن نقول الزواج بأكثر من 4 خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما الدليل؟ نقول نحن أثبتنا هذا بأدلة وليس بدليل واحد، ومن باب أولى أننا لم نثبته بمجرد الظن والاحتمال، لا، أثبتناه بدليل، منها القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ومنها كذلك ما ثبت في السنة أن أحدهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وتحته 10 نسوة غيلان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإبقاء 4 وأن يفارق سائرهن. فعندنا أدلة خصصت أو قالت بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه أكثر من 4 هو خاص به. طيب، قال الخصوصية لا تثبت بالظن والاحتمال وإنما بالدليل. النسخ لا يثبت بالظن والاحتمال وإنما بالدليل. عندنا في مباحث علم أصول الفقه شيء اسمه الناسخ والمنسوخ. الناسخ هو في اللغة يعني
الذي يزيل. نقول نسخت الشمس الظل أي أزالته. والنسخ أيضا النقل، تقول نسخت الكتاب أي نقلته. هذا في اللغة. في الاصطلاح هو رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر متراخٍ عنه. يعني تأتي آية أو حديث يثبت حكما ما، ثم تأتي آية أخرى تنفي هذا الحكم، أو يأتي حديث آخر ينفي هذا الحكم. قد يقول قائل هذا تعارض، نقول لا، ليس تعارضا، لأن كما هو معلوم أن المسلمين دخلوا الإسلام وهم بعد لم يتمرنوا على أحكامه، وكانوا يزاولون الكثير من الأمور التي اعتادوها، فجاء لهم الشرع بالتدريج. يعني مثلا الخمر كان مباحا في أول الإسلام، وهناك أكثر من آية تدل على إباحته، أو يعني تلمح إلى ذمه. ثم حتى إن بعض الصحابة مثل عمر رضي الله تعالى عنه قال طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم حكما حاسما في حكم الخمر، فنزلت آية المائدة بتحريم الخمر. فالخمر كان مباحا في أول الإسلام بنصوص قرآنية، ثم بعد ذلك حرم. الربا كان في أول الإسلام أيضا مباحا، وكان المحرم هو أن يأخذ المرء أضعافا مضاعفة، أنه مثلا يأخذ 100%، 200%، 300%، 400% مثلا. ثم بعد ذلك حرم الربا بتاتا، وهكذا. قال النسخ لا يثبت بالظن والاحتمال، إنما بدليل. لماذا قال بدليل؟ لأن الأصل عدم النسخ، ولا نلجأ إلى القول بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. ولهذا هناك بعض النصوص يقول بعض أهل العلم بأنها منسوخة، ويقول بعضهم بأنها ليست منسوخة. والأصل عدم النسخ حتى يأتي دليل صحيح صريح خالي من المعارضة. ولهذا في القرآن مثلا بعض النصوص أو بعض أهل العلم توسعوا جدا في قضية النسخ، ونسخوا عشرات الآيات بآية، ظنوا بأنها ناسخة لهذه الآيات. مثل ماذا؟ أو هذه فقط التي يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ناسخة لجميع آيات الصفح التي هي آية السيف، ناسخة لجميع آيات الصفح والعفو عن الكافرين. والصواب أن هذه الآيات ليست منسوخة، آيات الصفح والعفو وهي باقية، لكن لكل مقام مقال. العفو في مكانه، والصفح في مكانه، والمعاملة الحسنة في موضعها، والقتال في موضعه، والأسر في موضعه، ونحو هذا. قال النسخ لا يثبت بالظن والاحتمال، وإنما بدليل صحيح صريح خالي عن المعارضة، وعند العجز عن الجمع بين الأدلة، لأن الأصل أننا نجمع بين الأدلة. إذا تعذر علينا الجمع لا يمكن أن نجمع، حينئذ نبحث عن المتقدم والمتأخر، فالمتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. قال الاحتمالات الضعيفة لا يحكم بها على سواها إلا بدليل. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبر وأتقى لله من كل أحد، فلا يصح التقدم عليه ولا الاحتياط على ما ثبت عنه من حال أو فعل أو حكم، ولا الاستدراك عليه. وقد نبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى هذا بقوله والله لأنا أبر وأتقى لله منهم. لأن بعض الناس يتعبد الله عز وجل بما لم يشرعه الله وبما لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويشدد على نفسه في ذلك، وهو يقترف بهذا الفعل بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا هذا الحديث الذي ذكره المصنف سبب وروده أن بعض الصحابة أراد أن يزيد في العبادة، فأحدهم 3 اجتمعوا يتدرسون، فأحدهم قال إنه سيصوم الدهر، والآخر قال لا يتزوج النساء، والآخر قال سيقف في الشمس إلى كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم جميعا وقال والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، لأنهم قالوا هذا رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أما أنا فأنام وأستيقظ وأنكح النساء إلى آخره. فالسنة هي الأصل،
ومن يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة التعبد الذي لم يشرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لم يرد في القرآن ولا في صحيح السنة، يقترف بدعة ولا يحصل على الأجر، بل هو آثم، هو لا يؤجر بل يأثم. هذا متى؟ عندما يبتدع بدعة أو عملا لم يخالف الشرع أو لم يشرعه الشرع. أما ما ندب إليه الشرع عموما مثل الإكثار من الصلاة، الإكثار من الصوم، الإكثار من العبادة، الإكثار من الذكر، هذا لا، هذا ليس بدعة بلا ريب. قال: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا تعارضا حقيقيا، فلا يصح أن يضرب الحديث بعضه ببعض. هذه قاعدة مهمة. أنتم نحن جميعا عندما نقرأ لبعض الكتاب يأتي بحديث ثم يأتي بحديث آخر يعارضه، يعني في ظنه، وهكذا يتخذ هذه الوسيلة بغرض أولا الطعن في السنة، أو بغرض تمرير بعض الأهواء التي يريدها، أو بغرض التشويش والتشويه في تشويه أذهان الشباب المسلم ونحو هذا. وما هو الموقف الصحيح الذي ينبغي أن نتنبه له؟ أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. ما جاء مجملا في مكان، عندما يأتي حديث مجمل في مكان وحديث آخر يفسر في مكان آخر، فنقول هذا الحديث يفسر هذا الحديث المجمل. أو هذا الحديث مطلق وحديث مقيد، لا يوجد تعارض. يعني الآن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل زكاة، وجاء حديث آخر وقال في الإبل السائمة زكاة، هل معنى هذا أن الحديثين متعارضان؟ لا طبعا. الكتاب المعاصرون الذين في قلوبهم دخن أو دخل يتخذون هذه الذريعة ويسلكون هذا المسلك، فيقولون هذا تعارض. نقول لا، هذا مطلق أو هذا يعم وهذا يخص. قال في الإبل زكاة، ففي جميع الإبل، ثم بعد ذلك خص ليس جميع الإبل وإنما السائمة، أو في جميع الغنم زكاة، ثم قال في الغنم السائمة زكاة. إذن لا تعارض. قال ولا يعارض بعضه بعضا تعارضا حقيقيا، وهذه قاعدة ينبغي أن نأخذها. لا يوجد بتاتا حديثان صحيحان قطعيا الدلالة والثبوت يتعارضان تعارضا حقيقيا، لا يوجد نهائيا. كما أنه لا يوجد آية وحديث يتعارضان تعارضا حقيقيا، بشرط أن يكون الحديث قطعي الدلالة والورود. قال فلا يصح أن يضرب الحديث بعضه ببعض. ولهذا ابن خزيمة وكثير من الأئمة، وبالأخص هذه المقولة تعرف عن ابن خزيمة أنه قال لا أوتى بحديثين إلا جمعت بينهما، أو قال من عجز أن يجمع بين حديثين فليأتني بهما أوفق له بينهما. لأنه في عهده كان هناك في فئة انتشرت في عهده وقبل عهده بقليل تسمى الزنادقة، وهؤلاء كانوا عبارة عن قصاص يحكون القصص والحكايات ويلقون الخطب والكلمات ويؤلفون الرسائل، لأنه ما كان في عندهم صحف تلك الأيام، ولو كان عندهم صحف كانوا سيكتبون في الصحف والمجلات، لكن ما كان عندهم، فكانوا يؤلفون الرسائل ويمارسون هذا الفعل، يطعنون في السنة ويضربون الأحاديث بعضها ببعض، ويقولون هذا الحديث يعارض هذا وهذا الحديث يعارض هذا. فلهذا قال ابن خزيمة هذا الكلام، بل صنفت كتب جمعت هذه الأحاديث التي ظاهرها بين قوسين التعارض، الأحاديث التي ظاهرها التعارض. نحن نقول هي متعارضة في الظاهر، لكن في حقيقة الأمر ليست متعارضة. والإنسان إذا وضع في ذهنه هذه القاعدة بأن الأصل عدم التعارض في الأحاديث النبوية الصحيحة، حينئذ سيجد حل للجمع. هو لو أخذ هذه القاعدة سيجد حل للجمع، حتى في تلك الأحاديث الذي يكون الحديث الضعيف يعارض فيها حديثا صحيحا يمكن الجمع أيضا. لكن هناك أيضا خطوات في قضية التعامل مع النصوص كما تقدم معنا، أن تتثبت من الحديث، ثم تنظر بعد ذلك في الدلالة، ثم تنظر في أوجه الجمع. فإذا تيسر الجمع فالحمد لله، وهناك أكثر من 100 وجه للجمع، على أساس نفهم قضية أنه ليس كل حديثين لا نفهمهما يعني نظن أنهما متعارضان.
فهناك أكثر من 100 وجه للجمع. فإذا لم تنفع هذه الوجوه حينئذ نقول أحد هذين الحديثين ناسخ للآخر، فنبحث عن المتقدم والمتأخر. وهذا قليل جدا أو نادر، وبعض أهل العلم يذهب إلى هذا، يلجأ إلى النسخ ثم يناقش ويرد عليه ويقال له لا، هناك إمكانية الجمع بأن يحمل هذا على محمل وهذا على محمل. ونحن نعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة. 23 سنة. هو لم يمكث يوما أو يومين أو سنة بحيث أنه يلقي الحديث مرة واحدة وانتهى الأمر. لا، هو يلقي الحديث هنا مرة ويلقيه ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ومئة. مرة يلقيه بهذه الصيغة ومرة يلقيه بهذه الصيغة، مرة يلقيه مجملا لأن المجال لا يتسع، ومرة يلقيه بشكل مفسر لأن المجال يحتاج وهو ما يسمى بوقت الحاجة ونحو هذا. قال: محال أن يكون الخطأ في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا إلى غير ذلك من السمات المنهجية. 6. منطلقات منهجية يقررها الشافعي. الإمام الشافعي، وهذا قد يسأل سائل: لماذا ذكر الشافعي؟ لماذا لم يذكر أبا حنيفة ولم يذكر مالكا أو أحمد أو غيرهم من الأئمة؟ السبب في هذا أن الشافعي رضي الله تعالى عنه هو أول من دون في علم أصول الفقه وفي مصطلح الحديث في كتابه الماتع المفيد القوي المتين، كتاب الرسالة. والرسالة هو في الأصل رسالة. الإمام عبد الرحمن بن مهدي من أئمة المحدثين راسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وطلب منه أن يكتب له بعض القواعد والضوابط كي يتمكن من مناقشة أهل الرأي، لأنه ذهب مذهبا في قضية الرعاف أو خروج الدم من البدن، هل ينقض الوضوء أو لا؟ وكان يقول لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، كما هو مذهب الشافعي وأحمد وآخرين. أبو حنيفة أو مذهب أهل الكوفة أنه ينقض الوضوء. فاختلفوا في هذه المسألة، وصلى بالناس، خرج منه الدم وصلى بالناس، وحدث نزاع بينه وبينهم. فراسل الشافعي، طبعا هم ناقشوه وأفحموه، فراسل الشافعي يريد أن يكتب له في كتابا أو رسالة عن ضوابط الاستدلال والاستنباط، فكتب له الرسالة، كتب له كتابا سمي بعد ذلك بالرسالة، وانتفع به انتفاعا عظيما، وقال: والله إني لأدعو له في صلاتي. عبد الرحمن بن مهدي، رغم أن عبد الرحمن بن مهدي أصغر من الشافعي بقرابة 15 سنة، أصغر من الشافعي بقرابة 15 سنة. فالإمام الشافعي في كتاب الرسالة التي بعد ذلك طورها أيضا وهو في مصر وزاد فيها وحذف منها، يقرر في هذا الكتاب القواعد الأصولية وقواعد مصطلحية أو متعلقة بعلوم الحديث، وهو أول كتاب في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث. قال: قرر الإمام الشافعي عددا من المنطلقات المنهجية ذات أهمية في الاحتجاج بالسنة وفقهها، أذكر منها ما يأتي. الإمام الشافعي في الرسالة من القضايا المحورية والجوهرية التي ركز عليها هي قضية تثبيت حجية السنة، تثبيت حجية السنة سواء على المتواترة والآحاد. ولديه كتاب آخر اسمه جماع العلم، هو رسالة صغيرة أيضا اسمه جماع العلم، وفيه يثبت حجية سنة الآحاد على وجه الخصوص. قال: وجوب العمل بالحديث ووجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنها من طاعة الله، وأن الحديث بيان للكتاب. والنصوص القرآنية الدالة على هذا المعنى كثيرة. الحديث الثابت لازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، يعني لا يقوي شيء غير الحديث، وهذا واضح. الحديث إذا كان الحديث قويا فهو قوي بذاته، إلا إذا تقوى بدلالة القرآن فنعم، ولا يوهنه شيء غيره. هو هذه القاعدة الإمام الشافعي رد على من قالوا ببعض الأصول وردوا بها بعض السنة، مثل ماذا؟ مثل الحنفية عندهم قاعدة، عندهم طبعا قواعد، لكن من قواعدهم أنه إذا خالف الراوي
ما روى فالعبرة بما رأى لا بما روى. مثاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، ولكنه فعل خلاف ذلك، ولغ الكلب في إنائه فغسل الإناء 3 مرات. فقالوا العبرة بما رأى أبو هريرة لا بما روى. هل معنى هذا أنكم تفضلون قول أبي هريرة على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، معاذ الله طبعا، وحاشاهم أن يقولوا هذا. إذن لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يروي الحديث ثم يخالف هذا الحديث إلا إذا كان يعلم حديثا آخر، وهذا الحديث الآخر هو ناسخ لهذا الحديث، أو أن حديث 7 مرات هذا مخصوص بفئة أو بشخص أو واقعة معينة، وهي ما تسمى في علم أصول الفقه بقضية عين أو قضايا الأعيان أو قضية في عين. فعندهم هذا الأصل ردوا به بعض الأحاديث كما في هذا الحديث. الإمام مالك عنده أصل عمل أهل المدينة، وهذا الأصل سبب إشكالا كثيرا بين الإمام مالك والمذاهب الأخرى. المهم أن هذا الأصل من ضمن الأحاديث التي ردت بسبب هذا الأصل حديث استحباب صيام 6 من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. الإمام مالك كره صيام 6 من شوال بحجة أنه مخالف لعمل أهل المدينة، ولديه حجة أخرى وهو سد الذريعة، وهذا الذي قلنا سابقا أن هناك من يتوسع في سد الذريعة، لأن بعضهم قد يتوهم بأن 6 من شوال هذه واجبة كوجوب رمضان، فهو لأجل هذا وهذا قال يكره صوم 6 من شوال. كذلك مثلا، على كل حال هناك أمثلة كثيرة، لكن طبعا هذه القواعد التي كانت عند أبي حنيفة وعند مالك والتي ردت بها بعض السنة انتقدوا عليها وخولفوا فيها، ولهذا تميز الإمام الشافعي، وهذا من أسباب ذكره هنا، تميز الإمام الشافعي بأنه ليس له أصل يرد به النص، كما قال السبكي: ليس للشافعي أصل يرد به النصوص، يعني لا يقول هذا الحديث صحيح لكنه مخالف لأصل من الأصول عندنا، كما قال الحنفية مثلا في قضية الحديث: من باع شاة محفلة أو مصراه، يعني من ابتاع، يعني من اشترى شاة مصراه أو محفلة، يعني الذي باعه الشاة هذه أبقاها عدة أيام من أجل أن يجتمع الحليب وغش بها وباعها. المشتري عندما جاء ظنها بأنها حلوب فاشتراها، حلبها يوما أو يومين أو 3 وتبين بأنها ليست كذلك، وأنها مصراه محفلة، يعني صاحبها حبسها عن الحلب مدة عدة أيام حتى يجتمع الحليب. فالنبي قال: من ابتاع شاة محفلة فليردها وصاعا من تمر. يرد، له خيار الرد، هو ليس واجبا أن يرد. أنا كمشتري إذا أردت أن أرد بخيار العيب، هذا اسمه خيار العيب أو خيار التصرية، وهو نوع من أنواع خيار العيب. إذا أردت أن أردها سأردها، لكن أنا أخذت الحليب، ما هو مقابل الحليب الذي قد أخذته، قد حلبته من الشاة؟ المقابل صاع من تمر، والصاع 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل. الجمهور قالوا بهذا، أبو حنيفة قال لا، قال هذا الحديث يخالف القياس، وهو أن المثليات ترد بالمثلي، المثلي يرد بالمثلي والقيم بالقيم. الحليب مثلي فيرد بمثله، لا يرد بتمر، فهو يخالف القياس. هذا أصل رد به صحيح السنة. طبعا لاحظوا معي أن الأئمة الأوائل أمثال الإمام أبي حنيفة والإمام مالك لم تكن السنة قد دونت وتبينت بشكل كامل في عصرهم ونقحت ونقيت، وأصبح هناك صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي، وجاء أبو زرعة وابن أبي حاتم والإمام أحمد والبخاري وكذا إلى آخره، وجاء الدارقطني وجاء والحاكم وغيرهم. لا،
هم يعني الإمام أبو حنيفة توفي سنة 150، وفي عهده بدأت بدايات تدوين السنة، أو في عهده يعني في حياته هو بدأت بدايات التدوين السنة. طبعا هي كانت محفوظة بلا ريب، هم كانوا يتناقلونها لكنها كانت متفرقة. ثم بعد ذلك عمر بن عبد العزيز أمر ابن شهاب الزهري الذي هو شيخ الإمام مالك أن يجمع السنة، فجمع ما تيسر له. ثم الإمام مالك جمع ما تيسر له، ونلاحظ أن موطأ مالك له جمع الأحاديث التي فيه قليلة مقارنة بمسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد 35 أو 35 ألف حديث، 35 ألف حديث أو 30 ألف حديثا، فهو المسند واسع جدا. لماذا؟ لأن الإمام أحمد كان متأخر، وكان قد جمع أو حصل على جمع من السنة ما لم يتمكن أبو حنيفة من جمع. أبو حنيفة أصلا قال بعضهم ما يرويه أبو حنيفة من السنة 500 حديث فقط، 500. وهذا من جانب. من جانب ثاني أنه كانوا يتخوفون جدا في قبول السنة لأن الكذابين منتشرون، والآلة النقدية لم تكن قد اكتملت في عصرهم. على أن الإمام أبا حنيفة كان في بيئة يكثر فيها الوضاعون، وهي بيئة العراق. ولهذا الإمام مالك رضي الله عنه كان يقول: يخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود لنا من العراق ذراعا. يعني يخرج جملة فيعود لنا 20 جملة من العراق، يعني دس فيه وزيد فيه. فهذا ينبغي أن يعتذر للأئمة. لماذا كانوا يردوا بعض السنة؟ هم كانوا يردونها لهذا، لأنه عاشوا في وقت لم تكن السنة قد جمعت ولا ضبطت. الأصل أنه بعد أن جمعت السنة وضبطت، هذا الأصل، أنه على الأتباع والمقلدين لهؤلاء الأئمة أن يتخلصوا من هذه القيود والقواعد التي ردت السنة بسبب تلك البيئة والحياة الثقافية والوضع الثقافي والعلمي الذي عاشه الأئمة والذي انتفى حينئذ. هو قد زال في عهد مثلا المتأخرين أو من جاء بعد القرن الثاني أو الثالث، قد زال هذا كله. فالأصل أن تلغى هذه القواعد والأصول التي ردت السنة، هذا الأصل. طيب، قال: الحديث الثابت لازم لجميع من عرفه. من عرف حديثا صحيحا فهو لازم له، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره. لا يأتي ويقول هذا نعم هذا حديث صحيح، لكن يرده الواقع، أو يرده اليوم العمل السياسي على غير هذا الوضع، أو الآن البراغماتية السياسية والبراغماتية أو المبادئ الاقتصادية التي يعمل بها العالم اليوم يخالف هذا تماما. فهذا الكلام غير صحيح. صحيح أنت يمكن أن تعالج هذا الواقع وفق تدرج معين، تقول يصعب أنني أغير الواقع دفعة واحدة، لكني سأتدرج في تغييره. أبدأ ببعض الجوانب شيئا فشيئا حتى فنقول لا بأس. هذا لا بأس. كلامنا أنه يرد الحديث أو السنة ويوهن ويضعف بناء على الواقع، أو بناء على المبادئ السائدة، أو على العمل الذي جرى عليه عمل العالم اليوم، أو على أن الاقتصاد العالمي أو الاستثمار العالمي أو أشياء من هذا القبيل، وتتخذ ذريعة لرد السنة. هذا هو الخطأ. وهنا أيضا نقطة أخرى في الجانب الآخر، أن بعضهم قد يفهم الحديث فهما ظاهريا معينا. طبعا الأصل أن يفهم الحديث على ظاهره، لكن أقصد بالفهم الظاهري الذي لا ينظر فيه إلى علة النص وحكمته وسياقه الزمني والمقامي الحالي والمقامي، وينظر أيضا الأحاديث الأخرى التي تتعلق بنفس الباب، لأنه مشكلة. وهناك حوادث كثيرة جدا أنه يأخذ حديثا ويريد أن يطبقه أما في واقع جزئية أو في كلية، وينتقد فردا أو فئة أو فئاما أو مجتمعات من الناس بناء على آية أو حديث. لا، ليس الأمر هذا. كلامنا هنا، وهذا أمر مهم، عندما قال الحديث الثابت لازم لجميع من عرفه، هذه القاعدة العامة. لكن أنا بصفتي يعني لست من أهل العلم، لو قرأت حديثا وفهمته وعملت به وكان
يعني مما يتعلق بفضائل الأعمال ونحو هذا فلا بأس، لكن هناك أحاديث تتعلق بقضايا مصيرية تمس الجماعة المسلمة، وقد تمس أيضا جوانب حتى تمس الجانب الفردي، لكنها تتعلق بقضايا خطيرة تمس الكبائر ونحو هذا. فمثل هذا لا بد من سؤال أهل العلم، لا بد من سؤال أهل العلم. قال: الإنكار على من رد الحديث الصحيح. هذا الإمام الشافعي أنكر بشدة في كتابه الرسالة على من رد الحديث الصحيح، بل وفي أيضا كتبه الأخرى. لا حجة في أحد خالف قوله السنة كائنا من كان. ليس في أحد حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحده صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل عليه الوحي. لا توجد سنة ثابتة خالفها الناس كلهم، وهذه مسألة مهمة. لا يوجد سنة ثبتت، حديث ثبت صحيح، ومع هذا لا يعمل به الناس جميعا، هذا غير موجود. خلا كما تقدم معنا حديثين أو ثلاثة ذكرهما الترمذي، ومع هذا عمل بهم بعضهم. يعني حديث الجمع بين الصلاتين بغير عذر من غير مطر ولا سفر، قال الترمذي هذا الحديث لم يعمل به أحد أو لم يعمل به الفقهاء، ثم تبين بأن بعض أهل العلم عملوا به سواء من المتقدمين أو المتأخرين وحملوا على الحاجة، لأنه ابن عباس قال لئلا يحرج أمته عندما سئل لماذا؟ قال لئلا يحرج أمته، أو قال لعله لئلا يحرج أمته. كذلك حديث الخمر الذي ذكرناه سابقا، قال به بعض الأمة أنه يقتل المدمن في المرة الرابعة والخامسة. قال لا توجد سنة ثابتة خالفها الناس كلهم، ولهذا كانت هناك سنن اندثرت في المدينة، رغم أن المدينة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومع هذا اندثرت بعض السنن فيها، منها سنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذه السنة كانت اندثرت في المدينة، لكنها كانت باقية في بقية الأمصار وثابتة، لكن في المدينة غير موجودة. تكبيرات الانتقال اندثرت كذلك في المدينة، بعض السنن اندثرت في المدينة ولكنها ثابتة في أمصار أخرى. قال لا توجد سنة ثابتة خالفها الناس كلهم. كذلك كما قلنا في قضية صوم الست من شوال، الإمام مالك ردها بناء على أنه ليس عليها عمل أهل المدينة. طبعا الإمام مالك أحيانا يقصد بعمل أهل المدينة أفرادا معينين ولا يعني الجميع، وهذه مسألة أصولية متشعبة. قال يجب حمل الحديث على عمومه حتى يرد ما يخصصه. هذا تقدم معنا أن الحديث العام إذا جاء عاما فالأصل أن نحمله على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. قال يجب حمل الحديث على ظاهره حتى تأتي دلالة أخرى على إرادة غيره، يعني على إرادة غير ظاهره. كذلك هذه قاعدة مهمة، أن الأصل حمل الحديث على الظاهر، فإذا ما جاء دليل ودل على أن ظاهر هذا ليس مرادا فحينئذ نقول الحديث أو النص القرآني هذا يراد به كذا وكذا. قال لا يخالف حديث كتاب الله أبدا، وهذا تقدم التنبيه عليه. الحديث يبين الناسخ والمنسوخ من الكتاب، هذه مسألة وقع فيها نزاع. الحديث يبين الناسخ والمنسوخ من الكتاب، هذه القاعدة عامة أو مجملة بالأصح. يعني ما المراد أنه يبين الناسخ والمنسوخ من الكتاب؟ المراد أنه ينسخ، أو أنه مجرد بيان الناسخ هو في القرآن والسنة دلت على أن هذه الآية ناسخة لهذا، وهذا هو الأقرب. مثل ماذا؟ مثل قوله عز وجل في سورة البقرة: الله عز وجل في سورة البقرة في آية أمر بالإيصاء للأقربين، بالإيصاء بالوصية للأقربين، فيدخل في الأقربين الوالدان، يدخل الأبناء، الأعمام، يدخل الورثة. طيب هذه الآية قال بعضهم منسوخة، ما الناسخ لها؟ قالوا الناسخ لها آيات المواريث في سورة النساء
آية المواريث جميعا. طيب ما الدليل على النسخ؟ ما الذي بينه؟ قالوا بين هذا النسخ وأكده قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فهذه الآية التي في سورة البقرة هي دلت على مشروعية الإيصاء، بل على وجوب أو على ندب الوصية للأقارب ويدخل فيهم الورثة. لكن الحديث قال لا وصية لوارث، بين أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث التي في سورة النساء. قال: الحديث يبين الناسخ والمنسوخ من الكتاب. الحديث يخصص الكتاب، وهذا عليه الجماهير من أهل العلم، أنه إذا جاء نص عام في القرآن وجاء في السنة ما يخصصه، فالسنة تخصص القرآن. لماذا؟ لأن التخصيص بيان، التخصيص بيان. ولهذا نحن لا نقول بأنه يوجد تعارض، كما تقدم معنا لا يوجد تعارض بين العام والخاص. إذا جاء نص عام ونص خاص لا يوجد تعارض بينهما. بعضهم يذهب إلى هذا ويقول بأن النص إذا كان عاما في القرآن والسنة جاءت مخصصة لا تقبل السنة، لأنها تخصص، لأنها زيادة على النص القرآني، والزيادة عليه نسخ، والحديث لا ينسخ القرآن. على كل حال هي مسألة أصولية. هنا يقول: الحديث يخصص الكتاب. ولا فرق هنا بين أن تكون هذه السنة المخصصة متواترة أو آحادا. السنة المتواترة هي التي ينقلها جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ويستندون إلى الحس. سنة الآحاد هي ما لا تتوفر فيها شروط المتواتر. طيب هل هناك مثال؟ نقول نعم، هناك أكثر من مثال. منه قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم. قوله عز وجل: أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولادكم هذا يعم جميع الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: القاتل لا يرث. القاتل لا يرث. هذا الحديث خصص عموم هذه الآية، فنقول: يرث الأولاد من آبائهم ما لم يكن الولد قاتلا لأبيه، فإذا كان الولد قاتلا لأبيه لا يرث. طيب النص القرآني هنا قال: يوصيكم الله في أولادكم، يعم جميع الأولاد. هذا تعارض. كيف أنه هنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لعموم الأولاد، والحديث يقول لا، إلا القاتل لا يرث؟ هذا تعارض. نقول لا، ليس هذا تعارضا، هذا تعارض في ذهنك القاصر فقط. أنت تقول أولا لولدك: أكرم زملائك أو أكرم رجال الحي، ثم بعد ذلك تقول له: لا تكرم زيدا. لماذا؟ قال: لأنه كذا وكذا. أو أعطي رجال الحي كل واحد منهم، أو أعطي المصلين كل واحد منهم 1000 ريال. ثم بعد ساعة عندما ذهب الولد من أجل أن يعطي رجال الحي المبالغ هذه، اتصل له والده وقال: يا ابني لا تعطي خالدا وسعدا. لماذا؟ قال: لأني قد أعطيتهم، أو لأنهم ليسوا من المستحقين، أو نحو هذا. هل نقول بأن كلامه الأول يعارض كلامه الثاني؟ لا يقول هذا عاقل. حتى في تصرفاتنا الدنيوية البحتة العادية، هل يمكن الآن للأب للولد يقول: يا أبتي أنت يا تثبت على الكلام الأول أو تثبت على الكلام الثاني، يا أكرمهم كلهم أو إنه الكلام الثاني هذا ما أعرف أي شيء؟ يعني أنت ناقضت نفسك، تقول أكرم الجميع ثم تقول لا تكرم فلانا وفلانا. سيقول لك الأب: يا ابني أقول لك أكرم الجميع إلا فلان. إيش يعني؟ تحتاج اختراع هذه؟ فهو نفس المبدأ. طيب قال: الحديث يخصص الكتاب. كل الأحاديث متفقة، وما كان ظاهره التعارض أمكن الجمع بينه. في الحديث ناسخ ومنسوخ كالقرآن تماما. وجوب تبليغ الحديث. الوعيد في الكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إلا ما ورد مسموعا، لأن النبي طبعا الإمام الشافعي هو شدد في رد الحديث المرسل، لأن بعض الفقهاء كان يتسامح فيه لحد ما. هو شدد في رد الحديث المرسل،
لأن المرسل لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف بأن الحديث المرسل هو أن يقول التابعي فيه قال رسول الله، أو بالأصح هو أن يقول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أكيد لا يستند إلى السمع ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشافعي يرجو ألا يؤخذ عليه أنه خالف حديثا ثابتا. الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب، والسنة لا تنسخ إلا بالسنة، والسنة تبين الناسخ من المنسوخ من الكتاب. يقول هنا الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب، يعني القرآن لا ينسخه إلا قرآن، والسنة لا ينسخها إلا السنة، لكن السنة المتواترة لا ينسخها إلا سنة متواترة، وكان الأوفق أن يقال هذا. السنة المتواترة لا ينسخها إلا سنة متواترة، فالسنة المتواترة لا تنسخها سنة الأحد. هذا ما ذكره المصنف هنا، وهو ما قرره الشافعي، والمسألة خلافية بين أهل العلم، وهي مسألة أصولية. قال والسنة تبين الناسخ والمنسوخ من الكتاب، وهذا قد تقدم. قال المبحث الثاني أهمية السنة النبوية. لا فرق في الطاعة والأهمية بين الوحيين، حوار مع ملحد حول مكانة السنة النبوية. قال لا فرق في الطاعة والأهمية بين الوحيين، مما ينبغي أن يسلم به كل مسلم أنه لا فرق في الطاعة والأهمية بين الوحيين، كتاب الله تعالى وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه الآيات وسواها من نصوص أخرى في الكتاب والسنة تدل على وجوب الأخذ بما ثبت من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كوجوب الأخذ بالقرآن سواء بسواء، وأنه لا فرق بين ما أمر الله به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل به والتسليم له. وتدل كذلك على أن دعوى الترتيب في وجوب الطاعة بين ما ثبت عن الله وبين ما ثبت عن رسول الله، بحيث يؤخذ بما جاء في القرآن أولا ثم بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوى غير صحيحة وترتيب غير صحيح، بل يعارض هذه النصوص، وليس على هذا الترتيب دليل صحيح سوى ما جاء من الترتيب في حديث بعث معاذ إلى اليمن، حيث رتب بينهما بثم، ولكن الترتيب في الأسلوب هنا أي في هذا الحديث ليس على بابه، وقد جاء في اللغة استعمال الكلام بأسلوب الترتيب مع عدم إرادته. إذن لا فرق من هذه الحيثية، وهي وجوب العمل بين القرآن والحديث، لأن كل ذلك شرع الله تعالى. يقول هنا نحن نقرر بأن القرآن والسنة وحي من الله عز وجل، وكلاهما حجة على البشر، وأنه كما أمرنا بالامتثال لأوامر القرآن كذلك بالنسبة للسنة، وأن من يدعي بأننا ننظر إلى القرآن أولا ثم بعد ذلك إلى السنة، فإذا ما وجدنا شيئا في القرآن لا ننظر إلى السنة، أو يكون السنة تبعا إن وافق القرآن أخذ به، وإن عارضه نوع تعارض حتى ولو كان من باب التقييد أو التخصيص لا يقبل، كما يذهب إلى هذا بعضهم. قال هذه دعوة خطأ، والنصوص السابقة وغيرها تدل على خلاف هذا تماما. طيب إذا احتج وقيل حديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم أجتهد رأيي ولا آله. هذا الحديث أصلا في ثبوته كلام، في ثبوته مقال، ومع هذا لو سلمنا بثبوته فالمقام هنا ليس مقاما تنظيريا للأدلة، وليس مقاما تأصيليا. المقام هنا هو مقام بيان، والعطف هنا هو عطف ذكري. وعندنا نصوص حديثية ونبوية فيها مثل هذا، أنه يعطف المتأخر أو المتقدم على المتأخر في الزمن يكون في البداية ثم يعطف عليه المتقدم، فيكون ثم هذه للترتيب الذكري وليس للترتيب النظري أو الزمني. قال إذا ليس فيه حجة. قال إذا لا فرق. ثم قلنا هذا الحديث فيه ثبوت نظر، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أنه هذا الحديث لماذا احنا حملنا على هذا الحمل؟ لأنه أنت عندك عشرات النصوص التي تدل على خلافه، وهذا هو من قول معاذ، وهو ليس في مقام التنظير والتأصيل والتوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجهه، إنما هو كلام معاذ ويبين ما الذي سيفعله عندما يصل اليمن.
قال: إذن لا فرق من هذه الحيثية، وهي وجوب العمل بين القرآن والحديث، لأن كل ذلك شرع الله تعالى. قال الربيع ابن سليمان المرادي: سمعت الشافعي وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: تأخذ به يا أبا عبد الله؟ فقال: سبحان الله، أروي عن رسول الله شيئا لا آخذ به؟ متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم آخذ به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب. وفي رواية قال: متى سمعتني حدثت بحديث عن رسول الله صحيح فلم آخذ به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال الربيع بن سليمان: قال لي الشافعي: اسقني قائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فالأئمة بل الأمة على التسليم للوحيين. طبعا قول الشافعي اسقني قائما هو يريد أن يمتثل هذا الحديث، لأنه ورد عن هذا أنه شرب من شن معلقة، يعني من وعاء للماء، فشرب فيه من هذا الشن وهو معلق وهو قائم، وإلا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم الشرب من جلوس. لكن الشافعي ما أراد أن يفوت حتى هذا الفعل، ويريد أيضا أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، وأنه قام أحيانا وشرب قائما. قال: فالأئمة بل الأمة على التسليم للوحيين الكتاب والسنة، وإذا كان الأمر كذلك فإن التفاضل بين المسلمين ليس هو في هذا الأمر فقط، إذ الأمة كلها على هذا، وإنما التفاضل بعد تحصيل هذا المطلب الذي هو التسليم للكتاب والسنة في الفقه والفهم عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود بالعمل بهما إنما هو العمل بهما على المعنى المراد بهما، وهذا يتطلب العناية بمنهج الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. إذا قررنا وأثبتنا وثبتنا بأن السنة وحي ويجب الامتثال لها، وأنها مساوية للقرآن في وجوب الامتثال، لاحظوا معي، هي مساوية للقرآن في وجوب الامتثال، وإلا بلا شك أن مرتبة القرآن أعلى من مرتبة السنة، وإن كان الكل يجمعه اسم الوحي، مرتبة القرآن أعلى لأنه موحى به لفظا ومعنى، بخلاف السنة موحى به معنى واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمعها الجميع الاسم الوحي. لكن من ناحية وجوب الامتثال يجب امتثال الجميع، هما على حد سواء. إذا ثبت هذا حينئذ هذا ينقلنا إلى نقطة أخرى، وهي ضرورة الفهم الصحيح لهذه النصوص، وإلا كيف سنمتثل ما فيهما من أوامر ونجتنب ما فيهما من نواهي بفهم غير سديد أو بلا فهم أو بإعراض؟ لا يمكن. قال: حوار مع ملحد حول مكانة السنة. أنقل في الأسطر الآتية هذا الحوار لما اشتمل عليه من بيان لأهمية السنة النبوية وأدلة ذلك. دار حديث بيني وبين شخص حول مكانة السنة النبوية، فرأيت من المناسب هنا أن أذكر أهم ما جرى من الحوار فيما يلي، وذلك للوقوف على ما فيه من بيان مكانة السنة فيما أوردته من أدلة، وهذا هو نص الحوار. إنه ذلك الشخص الذي اسمه رشاد خليفة. رشاد خليفة هذا الرجل ابتدأ أمره بما يسمى بالإعجاز العددي في القرآن الكريم، فكتب في هذا الموضوع، ثم انتهى الأمر عنده بأن ادعى النبوة أو ما يشبه النبوة. قال: دخلت عليه في مصلاه الذي يسميه مسجد التوحيد، لأنه حذف الجزء الثاني من شهادة التوحيد، وهي شهادة أن محمد رسول الله، واقتصر بزعمه على شهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله. وكان معي أخوان اثنان، فعرفاه بي بأني فلان المتخصص في الحديث الشريف، فقال: هذا الذي اكتشفنا أخيرا أنه من الشيطان، يعني حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقلت: من الشيطان؟ قلت متعجبا. قال: نعم. قلت: هل هناك أدلة على هذا؟ قال: نعم، اجلسوا. فجلسنا. فقال: أنتم تعبدون محمدا مع الله، لماذا؟ فقلت: لماذا نعبده مع الله؟ نحن أصلا لا نعبده مع الله. قال: تعبدونه مع الله لأنكم تقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قلت: وهل في هذا عبادة له مع الله؟
نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا توحيد، وأشهد أن محمد رسول الله، وهذه شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله، وهو صلى الله عليه وسلم جاءنا بالتوحيد، فليس في هذا شرك. فقال: أنتم لماذا تغضبون عندما نقول شهادة التوحيد؟ يقصد الشطر الأول فقط من شهادة التوحيد. وقال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يحتج بهذه الآية. فقلت له: نحن لا نغضب من شهادة التوحيد، وإنما نغضب من بترها والاقتصار على نصفها، فنحن نريد أن تكملها أو أن تكملها. وقلت له: أنت تتبع ماذا في دينك؟ فقال: أتبع القرآن. قلت له: القرآن فقط؟ قال: نعم. قلت: وأنا كذلك أريد أن آخذ بالقرآن وحده، ولكني عندما أقرأ القرآن الكريم أجده يأمرني باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والأخذ بسنته، وذلك في آيات كثيرة، كقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال: ايوه نعم، نتبعه فيما جاء به وهو القرآن. فقلت: ولكن الآيات ما حددت القرآن فقط، بل أمرت أمرا عاما بطاعته صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غيرها من الآيات. فقال: لا، نتبعه في القرآن فقط، والحديث من الشيطان. قلت له: وهل تكون بهذا قد أطعت الله تعالى؟ قال: نعم. قلت له: أنت باقتصارك على الأخذ بالقرآن دون السنة لا تكون قد أطعت الله، لأن الله أمرك بطاعته وطاعة رسوله، وأنت بهذا كأنك تقول: أنا أطيعك يا الله بشرط ألا تأمرني بطاعة رسولك، أأمرني بالقرآن فقط، فهو إذن إيمان مشروط. فقال: طاعة الرسول شرك وعبادة له مع الله. قلت له: لو أن أباك كتب لك رسالة مع شخص يأمرك فيها وينهاك، تسمع له وتطيعه؟ فقال لي: نعم، أسمع له وأطيعه. فقلت له: لو أن أباك كتب لك في هذه الرسالة يقول: إذا قرأت كتابي هذا فاتخذ هذا الرجل الذي أتاك به واسطة في تبليغ أوامري إليك، فاتخذ هذا الرجل الذي أتاك به أي بهذا الكتاب واسطة في تبليغ أوامري إليك، واستشره واسمع منه وأطعه في كل شيء، أتمتثل أمره أم لا؟ قال: لا. البوسطجي أي رجل البريد يوصل للرسالة فقط، البوسطجي يوصل للرسالة أو يوصل للرسالة فقط، أما يتأمر علي لا. قلت له: بما أني أريد أن أتبع القرآن فلا أريد أن آخذ بشيء إلا بأمر القرآن، ولا أريد أن أترك شيئا إلا بأمر القرآن، فأريد أن تذكر لي آيات من القرآن تأمرني بترك طاعة الرسول والإعراض عن سنته. قبل هذا الكلام نلاحظ هذه النبرة الاستهزائية اللئيمة عندما يقول البوسطجي أو البوسطجي الذي هو ساعي البريد أو رجل البريد يوصل الرسالة فقط، هو كأنه يقول محمد عليه هو مجرد ساعي بريد، عليه أن يوصل القرآن لنا فقط ويقرأه علينا بس، هذه وظيفته، أما أنه يتأمر علينا لا، ليس الأمر إليه. هذا هو منطق هذا الأفاك. قال: قلت له: بما أني أريد أن أتبع القرآن فلا أريد أن آخذ بشيء إلا بأمر القرآن، ولا أريد أن أترك شيئا إلا بأمر القرآن، فأريد أن تذكر لي آيات من القرآن تأمرني بترك طاعة الرسول والإعراض عن سنته. قال لي: نعم، الآيات كثيرة. فأخذ عند ذلك يسرد لي بعض الآيات الداعية لتوحيد الله عز وجل. قلت له: إذا كنت تأخذ بالقرآن فقط فكيف تصلي؟
كم عدد الصلوات في اليوم والليلة، وكم عدد الركعات، وكيف الجهر والإسرار، وماذا تقول في الصلاة، وما هي حركات الصلاة، فإن القرآن لم يوضح هذا وإنما وضحته السنة، وكيف تزكي وكيف تصوم إلى آخره. قال: أصلي الصلاة الإبراهيمية. قلت: وما الصلاة الإبراهيمية وكيف وصلتك؟ قال: عندي نسخة منها. قلت: أنت بين أمرين، إما أن تزعم أنك كنت مع إبراهيم عليه السلام فتلقيت عنه الصلاة الإبراهيمية، أو أنها أوحيت إليك. أما النقل والرواية فلا يمكنك أن تدعي ذلك، لأنه لا يوجد سند متصل إلى إبراهيم فضلا عن سند صحيح. وقلت: إن أمرك لغريب، تنكر السنة الثابتة وتأخذ بالصلاة الإبراهيمية التي ليس لها سند أصلا. ثم قلت له: هل تؤمن أنه كان في التاريخ رجل يقال له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل يقال عنه أبو بكر الصديق، وآخر يقال عنه عمر، وسواه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم أؤمن بها، نعم أؤمن بها كتاريخ وليس سنة. قلت له: إنك لا تستطيع أن تنكر السنة النبوية حتى تنكر التاريخ الإسلامي، وذلك ليس في استطاعتك، وإذا وجد الرسول فإنه يأمر وينهى ويقول ويعمل، فهل موقف المؤمن به أن يرد ذلك عليه؟ ثم قلت له: هل الرسول صلى الله عليه وسلم عندك ثقة أو غير ثقة، أي أنه صادق أو غير صادق؟ فقال الذي كفر: والله ما أدري، يمكن كذب مرة مرتين 14، القرآن يخطئه، والخطأ نوع من الكذب. قلت له: إذن في هذه الحال ينبغي ألا تأخذ بالقرآن. قال: لماذا؟ قلت: لأنك تقول إن الذي جاء به يكذب، فكيف يعتمد على نقله والقرآن جاءنا عن طريقه؟ قال: لا، نحن نعتمد القرآن لأنه كلام الله، ولأن الله أمرني أن أعتمده لأنه كلامه. قلت له: كيف عرفت ذلك؟ قال: لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال له أحد الذين معي: طالما أنك تقول إن الرسول كذاب، فما يدريك أنه هو الذي عمل هذه الآية ليروج القرآن؟ قال: لا، طالما أن الله قال ذلك فنحن نعتمده لأن الله أمرنا به. قلت له: فالكذب صفة حميدة عندك أو صفة ذميمة؟ قال: ماذا تريد أن أقول؟ قلت: والله لا أدري، أنت عندك مقاييس جديدة. قال: لا، صفة ذميمة. قلت: إذن أنت خالفت القرآن. قال: كيف؟ قلت: لأن القرآن الكريم يقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وأنت تقول إنه يكذب، فبهت الذي كفر. وقال بعد ذلك: إن هذا يعني الحظيرة التي هو وأتباعه فيها أول مسجد توحيد، وقد عملنا مسجد توحيد ثان في مصر في حي الراق، هناك ارتاده عدد كبير من الناس، وقد كنت في مصر قبل فترة قصيرة. قلت له: وهل سمحوا لك بدخول مصر؟ قال: أقول لك أنا الآن جئت من هناك. قلت له: وهل تتصور أن يكون المسلمون جميعا على ضلالة هذه الفترة كلها حتى يأتي شخص واحد اسمه رشاد خليفة ويهديهم للتوحيد؟ فقال: كلهم مشركون، والعرب ختم على هدايتهم من عام 1400 هجرية، فهم إلى النار، وأنتم، يقصدني ومن معي كذلك، لا أمل في هدايتكم، وهذا المسجد محرم أن يدخل بابه عربي، وكنا 3 من العرب داخل الباب. فقلت له: ومن يهتدي إذا كان العرب لا يهتدون؟ قال: كل الشعوب إلا العرب. قلت له: وأنت من المهتدين أم من الضالين؟ قال: أنا لست عربيا، مش عربي. قلت: إذن ماذا؟ قال: أنا مصري. وقال: لقد كنت أعجب، هل يعقل أن الله لا يعلم أني سأفعل هذا وستكون معي هذه المعجزة؟ كنت أقول: لا بد أن الله يعلم هذا، وأخيرا علمت أن الله علم ذلك، فأشار إلي في القرآن. قلت له: أنت مذكور في القرآن؟ قال: نعم. قلت: أرنا ذلك. قال: طيب، سأضحككم قليلا. فدخل غرفة وجاءنا ومعه كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وفتحه على مادة رشد، وقال:
عد الآيات أي المذكورة تحت مادة رشدة، فعددتها وكانت 19 آية. فقال: أرأيتم كيف؟ قال له أحد الإخوة: وما أمر فرعون برشيد؟ قال الذي كفر: هل تدرون أن القرآن قد زيد فيه آيتان غلطا؟ قلنا: لا. فدخل وجاءنا بكتاب لمستشرق رتب فيه القرآن حسب طريقة اخترعها، وفتحه فأرانا آيتين من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وقال: هذا غلط، وهما ليستا من القرآن. وقد كانت أفكاره المنحرفة كثيرة، وعندما يتعرف الإنسان على سيرة هذا المجنون الضال الذي لعبت به شياطين الإنس والجن، ويتعرف على ممارساته التي يقوم بها باسم الدين الذي يزعم أنه الإسلام، يعلم إلى أي حد وصل الغباء والجنون والانحراف بهذا الرجل. وأمثاله كثيرون، وهو مات وسيأتي غيره وثالث ورابع وعاشر و100. وقد قلت له أخيرا كلمة، قلت له: إني أريد أن أسألك سؤالا صادقا، وهو سؤال وليس نصيحة، أرجو أن تفكر فيه بجد، وهو: هل عندك ثقة بنفسك وبعقلك، بل بوجودك، حينما تتصور أن الأمة الإسلامية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم منحرفة عن الإسلام، وأنها على الشرك، وتعيش هذه القرون المتطاولة في الأقطار المختلفة، وتكون كلها على ضلال، حتى يأتي شخص اسمه رشاد خليفة في هذا العصر ليصحح للأمة كلها دينها؟ ألا تشك في عقلك في هذه الحال؟ لعلك تفكر في هذا الأمر، ولتعلم أن النار لا يضيرها أن يزيد فيها واحد، كما أن الجنة لا يضيرها أن ينقص منها واحد. وعليك أن تقنع نفسك أولا، واعلم أن الذين من حولك لن ينفعوك بشيء ما أعطوك أو أغروك أو قلت له كلاما نحو هذا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومما يشار إليه هنا أنه بعد مدة قد وجد الرجل مقتولا في مطبخ بيته في أمريكا، فقطع دابر الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فماذا نفعه ما كان يعمله من أعمال؟ وماذا نفعه ما كان يحلم به من آمال منحرفة؟ وماذا نفعه ما بذله من جهود لمحاربة الإسلام وتشويهه والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والحمد لله رب العالمين.